السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في ملخص درس الإيمان والغيب. بالنسبة للناس الأولى بكالوريا الجهوي، الناس المتبوعين بالجهوي، هذا ملخص هذا الدرس اللي سهل وبسيط مهم على بركة الله. مفهوم الإيمان. الإيمان لغة مأخوذ من الأمن والسلامة، وهو أيضا التصديق. اصطلاحا هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. يعني الإيمان من الناحية اللغوية مأخوذ من الأمن والسلامة، يعني مقتطف من الأمن والسلامة، كيدل على الأمن والسلامة، وكيدل أيضا على التصديق. ومن الناحية الاصطلاحية هو قول باللسان، يعني كتجهر بها، كتقول باللسان أنك مؤمن، واعتقاد بالقلب، يعني كنكون قلبك عامر بالإيمان، يعني كتكون قلبك مؤمن مرتبط بالإيمان، وعمل بالجوارح. شروط الإيمان: العلم المنافي للجهل، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني تعرف باللي أن ما كاينش إله من غير الله سبحانه وتعالى، يكون عندك يقين تام بأن الله هو وحده لا شريك له. التصديق بكل ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، يعني صدق بداكشي اللي كاين في القرآن الكريم والسنة النبوية، داكشي اللي كان كيدير الرسول عليه الصلاة والسلام، السنة اللي كان كيدير الرسول والقرآن الكريم، تكون عندك تصديق تام بهما. والاتباع الصحيح، لقول عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. يعني اتباع صحيح، يعني اتبع داكشي، اتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف ما هي، ما تزيد ما تنقص عليها. ثالثا، مفهوم الغيب. الغيب لغة كل ما غاب عن حواس الإنسان، يعني أي حاجة غابت على حواس الإنسان. واصطلاحا ما يمتنع على الإنسان إدراكه بحواسه في الدنيا، داكشي كامل يمكن نقدروش نحن ندركوه بالحواس اللي عندنا. أقسام الغيب: ينقسم الغيب إلى قسمين: غيب مطلق ما اختص الله بعلمه وحده، كالعلم بموعد الساعة وعمر الإنسان. يعني هذا الغيب مطلق يختص الله بعلمه وحده، يعني أشياء اللي يعرفها غير الله سبحانه وتعالى، هذه من أمور الغيب التي يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. مثلا كالعلم بموعد الساعة، هي متى غادي تقوم الساعة، هذا السؤال ما عارفين الجواب ديالو، حنا عارفين الجواب ديالو، الله أعلم. وعمر الإنسان، شحال الإنسان غادي يعيش من سنة، هذه أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. غيب نسبي، وما يستطيع الإنسان إدراكه بالحواس وتطور علمه والتجربة، يعني أي حاجة إنسان يقدر يحس بها ولا بمواكبة التطور العلمي والتجربة. مثلا كالطقس، دابا كنعرفوا يمتى غادي يكون نهار مشمس ويمتى غادي يكون نهار فيه الأمطار. ولا مثلا جنس المولود باقي ما تزادش وكنعرفوا دابا واش بنت ولا ذكر، هذا غيب نسبي. خامسا، دلالة الإيمان بالغيب: صدق الإيمان للمؤمن، يعني دلالة الإيمان بالغيب كتخلي المؤمن عند واحد الإيمان صادق، علامة من علامات الهداية والإرشاد. الإيمان بالغيب هو علامة من علامات الهداية والإرشاد. ربط الله بين الغيب والفلاح في الدنيا والآخرة، يعني الإيمان بالغيب يخليك أي حاجة تربطها بالفلاح في الدنيا والآخرة. مثلا شي حاجة ما تيسرات لك كتقول فيها خير، كتقول يعني الله يعلم أمور لا أعلمها أنا، يعني كتربط هذا الغيب بالفلاح بالدنيا والآخرة. حتى ما عطاتكش في الدنيا
كتقول الله سبحانه وتعالى قد يعوضني بها في الآخرة إن شاء الله. علاقة الإيمان بالغيب هي علاقة ترابط وتكامل، فلا يتصور إيمان المسلم الحقيقي دون التصديق بما صح عن الله تعالى وعن الرسول. علاقة الإيمان بالغيب هي علاقة ترابط وتكامل، يعني ما كنتصوروش إيمان، يعني إيمان مسلم حقيقي دون التصديق بما صح عن الله تعالى وعن الرسول. يعني ما كنتصوروش حنا شي مسلم الإيمان ديالو حقيقي بلا ما يصدق داكشي اللي جا في الكتاب ديال كتاب الله سبحانه وتعالى، وداكشي اللي جا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. سابعا، أثر الإيمان بالغيب على مستوى التصور: تحقيق طمأنينة القلب والشعور بمراقبة الله تعالى في كل الظروف. التعلق بالله تعالى على مستوى السلوك: الاعتدال والاستقامة في السلوك، الابتعاد عن المناصي والمنكرات، الصبر على مصاعب الحياة. ثامنا، القيم المستفادة: التوحيد والإيمان والاستقامة والمحبة والعديد من القيم، يعني أعطى الله القيم المستخلصة. والله ولي التوفيق. ولو وصلتي هنا ما تنساش معك واحد لايك وابوني، والله يسهل عليكم، وان شاء الله النجاح بنقط متميزة ان شاء الله، والله المستعان.